هذا التردد، خاصة وأن الجانب الأوروبي ذاق مرارة خطر الإرهاب، وتعلم أنه حتى في الداخل الروسي بتنا نسمع مؤخرا كثيرا عن عمليات اعتقال وتفكيك شبكات وما إلى ذلك. روسيا يعني اليوم تلعب باعتقادي دور ضابط الاستقرار الدولي الذي يمتلك بالخلاف عن عن الدول الاوروبيه، يمتلك يعني الادوات والاراده السياسيه لحفظ التوازن الجيوسياسي في اكثر من منطقه بالعالم، وتنظيم معادله جيوسياسيه جديده تحفظ يعني لجميع الاطراف الاقليميه حق السياده وحق الحفاظ على المصالح القوميه. يعني السياسه الخارجيه الاوروبيه يعني أقدمت على أكثر من خطأ في سياستها، حتى ممكن قول الداخلية والخارجية أيضا، التدخل غير مبرر في أكثر من منطقة في العالم، ازدواجية المعايير، يعني منظومة القيم الليبرالية يعني باتت لا تلبي احتياجيات حتى المواطن الغربي. فلذلك يعني هم تورطوا في عملية، وتورطوا أيضا بفعل الضغوط الأمريكية، يعني بالإملاءات الأمريكية لتنفيذ سياسات معينة ضد روسيا وحتى ضد يعني أمنهم القومي. فلذلك أنا أرى اليوم أن هناك يعني بدأوا الأوروبيون يعون أن المرحلة الحالية لابد من التقرب من روسيا بأي شكل من الأشكال، لأن الدور الروسي في مكافحة الإرهاب، المكافحة الحقيقية للإرهاب، يعني بات واضحا للجميع. وعمليات يعني هذه الفئات او يعني الفئات الارهابيه هي موجوده في اوروبا، موجوده في كل العالم، ولكن ان لم يكن هناك تعاونا دوليا حقيقيا لمحاربه يعني وتجفيف التمويل، لن تكون هناك عمليه سياسيه او عمليه يعني امنيه كامله في اوروبا. من هو المعيق الاكبر الان لهذا التوجه